السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مطبخ ام اسلام. ايه رأيكم؟ هنعمل شوية لوبيا زي العسل. تعالوا نشوف عملناهم ازاي بأسهل طريقة. اتوكلنا عليك يا رب. تبارك الله ما شاء الله. حطينا ايه يا حبايب قلب ام اسلام؟ حطينا حبيتين مستكة ومعلقة سمنة بلدي. هتعملي ايه يا ام اسلام؟ نشوح بقى حتة اللحمة كده، نسلق حتة اللحمة حلو، مش هنكتر عشان الواحد والله خلينا على الدغري. الواحد زهقان من اللحوم وبتاع، بس هنعمل ايه؟ الاكل ايه؟ زهقنا من الاكل والله. حته اللحمه من السن يخشوا على المعده يزغزغوها. معلقه السمنه البلدي بقى او شويه سمنه، اي شويه زيت، شويه اي حاجه اللي عندك حطيه. مش حكم يعني عشان نتقنعر نقول شويه سمنه بلدي ولا بتاع. هما كانوا عندي وما يخلصوا لو عرفت اجيب غيرهم. حطينا بصلتين، حطينا ورق لوري، حطينا كبابه صيني، حطينا مستكه يا حبايب قلب ام اسلام، وفصين قرنفل يا حبايب قلبي. تشربي بقى شويه شوربه يخش على المعده يزغزغوها ويدلعوها. الصلاه على النبي. قلب كده وشوح. الصلاه على النبي. شوحناها كده بقى. نزودها اهو يا حبايب قلبي. ميه سخنه، اوعي تسودها ميه ساقعه، ميه سخنه. الصلاه على النبي. وشويه سكر. يا سكرات انتوا يا عسلات. اللهم صل على النبي عليكم. حوشنا الريق. المفروض احط والله بقيت خالتكم اسامه اليومين دول تعبانه، فالحمد لله اللي يجيب ربنا. المفروض اشيل الريم الاول واحط الحاجه، والله يا حبايبي نسيت. يلا هنعديها هتمشي. اهي شربتنا طلعناها بقى. شوف اللوبيا غسلها قشطه قشطه قشطه، ونقعتها ساعه كده معبال. قمت روقت وعملت اللي ورايا وعلقت عليها يا ولاد. بصوا قشطه قشطه ازاي. تنقعيها، تغسليها قشطه وتنقعيها، بتفشر معاك كده وتفتح وتبقى جميله. وحطيناها على النار، هي تتسبك من هنا. وجبنا معلقه ايه، ما يكون عندك دهنه ولا حاجه بتقولش اعمل بيه ايه وبتاع، والله ما في احلى منها. تقوم محمراها ومزوداها شويه زيت، ليا دهنه، اي حاجه، والله بتطبخي بيها احلى من السمنه يا ولاد. اقسم بالله احلى من السمنه. بروتين حيواني ما بيتعبش، ما بيعملش سمنه. وسألت الدكاتره على الموضوع ده. البصليه يا دوبك ذهبي بس، مش هنحمر اكتر، الدنيا حر، مش هنحمر اكتر من كده. وانتوا شايفين انا مش مكتره الاكل، حبه صغيره عشان الدنيا حر يا حبايب قلبي. ادي طماطم مفرزه من عندنا، وادي مش مكتره برضو طماطم، لان انا هعمل يعني اقل من ربع كيلو، او قولوا ربع كيلو لوبيا. حطيت مكعب شوربه دجاج، حطيت فلفل اسمر، شويه سكر عشان الحموضه يا حبايب قلبي. يا سكرات يا عسلات يا حلوين انتوا. ونسيبها تتسبك مع بعضينا. الصلاة على النبي. تبارك الله ما شاء الله. عندي البامية دي بقى لها فترة، والله بقى لها فترة من العيد. انا ما حدش بياكل الوكا عندي، بياكلوا المصلصه ما بياكلوش الوكا، فانا بجيبها عشان خاطر انا. فانا هاخد منها ايه، قرنين بقى حبه صغيرين، اعمل طبق ليا واحد بس. ما حدش بياكل على ان احنا صناعيده، والصعايده المفروض يحبوا الوكا وبيعشقوا الباميه، لكن ولادي ما بياكلوش الوكا خالص. ما فيش الا بنتي بس، ام مرام هي اللي بتحبها زي بس، لا فقط لا غير. لكن ما حدش بياكل الوكا، انا اللي باكلها. قطعها اهو يا حبايبي. والله من قبل العيد عندي دول، والله يا ولاد كنت جايبهم في حاجه العيد. الصلاه على النبي. هنقطع، ناخد اللي ايه، هاخد طبق واحد بس كفايه عشان ما يترميش. اللوبيا بتاعتي استوت. بص قشطه ازاي، ميتها قشطه ازاي. والتسبيكه سبكت، احط عليها اللوبيا بقى عشان صفيت اللوبيا. ليه ام اسلام بتحط اللوبيا على الصلصه من غير ما تزوديها؟ تاخد وتدي غلوتين كده، تشرب من الصلصه يا حبايب قلبي. جربيها تلاقيها شبعانه من الصلصه. وسكر سكر يا سكرات. هنزودها شويه شوربه بقى اهو. غلت غلوتين وشربت الصلصه خالص اهو. ونزودها. وتجربي الطريقه دي يا حبايب قلب ام اسلام، بتلاقي اللوبيايه كده شاربه من الصلصه كده جميله. ما هي كده كده بس والله جربوا حاجه زمان يا حبايب قلب ام اسلام. جربوا، ما عجبكمش قولوا انت يعني انت فتينا بايه، ما فتيناش بحاجه مش هزعل. اللهم صل عليك يا نبي. الصلاة على النبي. تبارك الله ما شاء. عاملين ايه يا حبايب قلب ام اسلام؟ نور عين قلب ام اسلام. عاملين ايه يا اخواتي ويا بنتي ويا اخويا ويا اختي؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ ربنا يديكم الصحة ويديمكم نعمة في حياتي. جبنا حلة صغنطوطاتي اهي، وحطينا فيها طبق البامية. مش قادرة ادق ولا اعمل، المفروض بدق بدق فص قرن الفلفل مع فص الثوم. كده كده الثوم مفرز، وقص الثوم وقرن الثوم خرطته. نسهل حاجتنا كده على نفسنا يا حبايب قلبي.
سيبها تستوت. ادي اللوبيا استوت اهي. نحط فيها ايه؟ اللحمه مستويه. هنحط بقى اللحمه تغلي غلوتين فيها وكده، ونحط لها فص توم ني وعسل عسل عسل، ونظبط حياقه وعسل عسل يا حبايب قلب ام اسلام. نجيب لحمتنا بقى اهي ملبسه كده، حته اللحمه من السن دي يا ولاد بتاكلها زي الملبن كده، تعملها في كل حاجه، طواجن، تسلقيها، تعملها كباب حله، جميله جميله جميله. الصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك. طول ما انتوا قاعدين صلوا على الرسول واستغفروه. اللهم صل. على فكرة يا جماعة، ما مش كل شوية تقولوا هي بتقول بيصلي على الرسول، والله كل ما تصلوا على الرسول ربنا كده يديكوا الرزق كله اللي في الدنيا بحاله. اللهم كل شويه تصلي عليه كده. انت بيصلي عليه، شوف هو بيصلي عليك، انت بيصلي عليه مره، هو بيصلي عليك كم مره يا حبايب قلب ام اسلام. ادي الباميه بتاعتنا استوت اهي اهي. كان عندي والله المفرق، العيال لعبوا بيه كسروه، مفرق صعيدي. اختي في الصعيد بتبعت لنا المفاريق دي، لما تبعتوا لها ما والله لو اقول لها ما حد جاي تبقى تبعت لنا معايا، والله كان عندنا كتير، العيال بيلعبوا هم يكسروهم. دي حته برضو ايه ليا كده، بقول لكم حاطه اللية على الدهن على كله مسيحاه، وشويه يا ولاد زيت، وتاكلي احلى شويه طبيخ. تاكلي احلى شويه ببروتين حيواني، مش السمنه النباتين اللي توجع البطن وتنفخ البطن دي بس. حلوه رضا من عند الله. اهو يا حبايبي حطيت شويه كزبره وحطيت الثوم، ونحمر نطش ايه، طش الباميه بتاعتنا الويكه. الصلاة والله احلى طبق، وكانت عصرة الليمونه، في ناس ما بتحبهاش بالليمون، كلها كده براحتك، بس بقى تاكلها الا بقى بعيش الشمس الصعيدي بقى اسكتوا. لما بيجي لنا بقى العيش الشمس الصعايده اللي زينا مش هيعرفوا التانيين مش هيعرفوا، لكن الصعايده تعرف عيش الشمس كده. وتاكل الرغيف كده وتقوم، كان زمان الرغيف كده يطلع كده من الفرن نحطه في السمنه البلدي وايه وناكل. اللهم صل على النبي. لا اما نحط البرام العدس كده في الفرن كده، العدس المدمس نحطه في الفيران بتاعه كده، ونحط فص الثوم بالكمون ويطلع كده الصب قدامك، تقومي دلقه عليه سمن بلدي وكلي. لو عايزين نعمله لكم قولوا لي وانا اعمل لكم طاجن البرام العبس، هنعمله في حله بقى. كانت خالتي تحطه في الفرن كده، مع بال تخلص خبيز يكون استوى، العيش سخن بقى، والعدس تقوم حاطه لكم العدس فيه فص الثوم الني كده، وياخد يدي الريحه قلب الدنيا، تفضي قدامك كده متحيق، وتفضي قدامك تحط تقوم مغرقاه بالسمنه البلدي وكلي يا ولاد. اكل زمان ما في احلى منه. انا عمال احكي معاكم ناسيه الفيديو، حاطين حله على النار. مش انا بقول لكم والله العظيم، انا ما بحكي معاكم وابصش الفيديو هتستغربوني في الحته دي، اقسم بالله بحكي معاكم اكن انتوا قدامي. حطينا شويه سمنه على زيت، وحطينا الشعريه اهو. ربنا يديكم راحه البال، ربنا يسترها معاكم دنيا واخره، ربنا يفرحكم بولادكم، ربنا يهديهم لكم يا ستي. معايا ربنا هاديهم، ربنا يهديهم لكم يا حبايبي كمان. وكمان الهدايه مش وحشه، الهدايه حلوه من عند ربنا. يهديه لكم يهديهم في المدارس، يهديهم في عملهم، يسترها معاهم، يديهم راحه البال والطمانينه. لما هم مرتاحين انتوا هترتاحوا، ربنا يفرحكم بيهم. كل الشباب اللي مش لاقيه شغل ربنا يوعدها وتشتغل وتبقى زي الفل. كل الشباب اللي بتتعاطى حاجات يا اولاد وحشه ربنا يشفيها ويعافيها ويتوب عليها من كل حاجه وحشه. يتوب على اللي بيبيع، ويتوب على اللي بيشرب، ويتوب على كل الناس يا حبايب قلب، احسن الدنيا بقت وحشه قوي، والدنيا مليانه بلاء يا حبايب قلب ام اسلام. حطينا الملح بتاعنا بعد ما شوحنا الرز. ام اسلام مش بتشوحه قدامكم كمان، ده بعد ورا الكاميرا كده عشان ما ازهقكمش، بقعد اشوح الرزايه لغايه ما الرزايه ترن في الحله كده، رغم تبقى مفلفله ايه بتعديها بالواحده. الصلاة على النبي. بصوا انا لسه بقول لكم اهو، بصوا الفلفله ليه بتشوحيها كده، بتفلفليها يا حبايب قلب ام اسلام. يبقى كده عملنا لوبيتنا، عملنا باميتنا، عملنا ايه الرز بتاعنا. نغرف بقى غدانا مع بعضنا يا حبايب قلب ام اسلام. الصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله يا حبايب قلب ام اسلام. اللي وصل لغايه دلوقتي يحط اللايك ده، انتم ام اسلام يا حبايب قلب ام اسلام. ربنا يديمكم في نعمه في حياتي. خلص الباميه اهي هنغرف اهي، واوريكم السمك بتاعها، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي يا حبايب قلبي. ادي اللوبيا الصلاه على النبي تبارك الله ما شاء الله. ادي الباميه الويكه، ادي المخلل الترشي البلدي، احنا عندنا الترشي قصادنا على طول تحت، والله ترشي بلدي. تعالوا اتفرجوا على في رمضان على الخناقات عليه. وادي الرز بتاعنا. ايه رايكم في الفيديو بتاع ام اسلام النهارده؟ لذيذ وسهل. لابد هتقول الدنيا حر وطبيخ، لابد عن الطبيخ يا حبايب قلبي. نغيب ونعمل. حطوا اللايك لطنط ام اسلام، وسيبكم في رعايه الله حبايب قلب ام اسلام. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي، وفك ديت كل محتاج، ويرزقكم بالذريه الصالحه، ويرزقنا ويوعدكم ويوعدنا
بزيارة سيدنا النبي، ويشفينا ويشفي كل مريض، ويرحم امواتنا واموات امة ما خلق، واسيبكم في رعاية الله واقول لكم السلام